أوحش حاجة في الصيف بعيدة عن الحر والعرق والتلزيق والرطوبة، في حوار مهم جدا 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 محدش بيتكلم عنه، مش عارف ازاي. اللي هو أنا بكون ماشي في الشارع في أمان الله عادي جدا، بحس إن في مية بقى بتنقط عليا. المشكلة مش في كده طبعا، أكيد كله بيبقى فاكر إن دي مية من التكييف. بس للأمانة يعني بصراحة ساعات ببقى ماشي بحس إن نقطة المية نازلة بتبقى نقطة تقيلة تقيلة، عارف أنت، عارف من كتر ما هي بتبقى تقيلة بحس إن هي بتطرطش. أنا ببقى ماشي مكسوف، طب أبص فوقيا طيب ولا أكمل ولا إيه الدنيا، ولا أعتبر إن هي مية من التكييف بجد. ليه بقى انا بقول كده؟ لان بصراحه انا بحس احساس على طول اول ما الاقي حاجه بتلمسني زي كده، بحس ان هي حد بيتف عليا وان دي تفه. فهل انا بس اللي بحس كده يا جماعه، ولا انتوا برضو بتحسوا نفس الموضوع دي؟ انا بقول كده ليه؟ عشان مره كنت ماشي على كوبري بامانه بجد، ففي مركب كانت معديه فيها فرح، فكان في عيال على الكوبري، فالعيال قعدت تتف على كل اللي في المركب. انا مش فاهم هما ليه عملوا كده، بس الحوار ده يعني مش راضي يطلع من دماغي. فبقيت اي حاجه تلمس راسي بقيت احس ان هي تفه مش ميه. فيمكن في الشتاء تقريبا مفيش تكييفات بتبقى شغاله، فالواحد بيبقى مطمن، لكن في الصيف بتبقى كميه مزاولات بنت لذينه. وخصوصا ان لو حد فعلا تف عليك انت مش هتحرف وهتقلق. فهل في حد بيحصل مع نفس الموضوع ده، ولا الموضوع ده عادي وامشيه ودي تروما من دماغي يعني، وهي دوب مجرد ما التكييف وخلاص؟